السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل أخوات. في البداية مننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة بقى يلا نعمل مع بعض حلا سهل وسريع جدا وأحلى وأنضف كمان من اللي بنشتريها من بره. أوعدك هتعمليها وهتنجح معاك إن شاء الله بإذن الله من أول مرة، وتتخطف منك وانت بتقدميها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. يلا تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه غالية. أول حاجة معايا كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، وارفعهم على النار وعليهم طرنشات من الليمون. واول ما تغلي 7 دقايق كده نحط باكت من الفانيليا ونطفي عليها. ده اول حاجة. الشربات لازم نجهزه قبل ما نبدأ في المكونات، ونحطه على النار واحنا بنبدأ نجهز كده علشان يبقى بارد معايا. معايا كوبايتين بقى من الدقيق، هنعمل العجينة. ونص كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، بجيبه من عند العطار سايب، بس تجيبيه من مكان يكون نظيف وموثوق فيه. ومعايا باكت من الفانيليا بيدي طعم جميل جدا، ومعلقتين كبار من النشا طبعا دي عشان يدي قرمشة للحلى اللي هنعمله صوابع زينب. ومعايا نص معلقة ممسوحة من الخميرة، ما تكتريش خميرة عشان ما يبقاش فيها طعم خميرة ويبقى طعمها مش كويس معاكي. نص معلقة من الملح وذرة ملح، وهنقلب المكونات الجافة مع بعضها. مين لسه ما حطش اللايك؟ يلا حط اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، وما تنسناش من دعواتكم الجميلة. معايا 3 معالق من الزبدة، مسيحاهم بدرجة حرارة الغرفة، يعني سيحتهم وسبتهم شوية مش سمنة سخنة يعني. وبعد كده نبدأ نقلبها كده بالمعلقة، ماشية معاكم خطوة بخطوة علشان تنجح معاك ان شاء الله بإذن الله من أول مرة. كده خلاص مهمة المعلقة انتهت، ونبدأ بقى نقلب بإيدينا كده. هنبسها زي ما بنبس الكحك كده. لازم تقلبي فيها لغاية ما تفرول معاكي، وكل حباية تشرب من السمنة زي ما احنا شايفين. هتعرفي اللي هي شربت ازاي وبقت كويسة معاكي. وخلاص كده نبدأ نحط المية، لما تضغطي عليها كده تمسك معاكي زي ما احنا شوفنا مع بعض. شايفين بقت عاملة زي حبيبات الرمل بالظبط. هنا معايا كوباية الا ربع من المية. طبعا هننزل بالمية واحدة واحدة، مش ينفعش ننزل بالمية كلها مرة واحدة علشان كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني، فهنبدأ ننزل واحدة واحدة. هنا نزلت بنص الكمية وهبدأ اقلب كده. طبعا عشان التصوير فانت هتبقى متحكمة اكتر في العجين براحتك خالص. مننساش طول ما احنا واقفين في المطبخ او بنعمل اي حاجة نصلي ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا كل ما تعملي الأكل وانتي بتذكري الله بيبقى ما شاء الله في بركة في الطعام، والحاجة بتطلع معاكي طعمها كويس وبتنجح معاكي. فطول ما انتي واقفة صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكري الله. طبعا حطيت شوية كمان من المية، ما حطيتهاش كلها برضو مرة واحدة، وبدأت تتلم معايا هي بس هنا لسه ناشفة شوية، فهحط شوية من المية تاني. نوع الدقيق اللي معايا مخدش الكمية كلها. هنا حطيت شوية كمان وهبدأ برضو اعجن. انت هنا هتحسيها اللي هي المية مش يعني سايباها كده، لا هي هتتلم دلوقتي واحدة واحدة، مفيش اي مشكلة خالص ما تقلقيش. هي بدأت تشربها العجينة، بدأت تشرب المية. وهنا خلاص كنت عجنتها وخلصتها. شايفين العجينة دوت القوام بتاعها اللي احنا عاوزينه. احطها لكم من الكاميرا عشان تشوفوها.
خلاص كده هنغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق. دي المية اللي فاضت معانا. هغطيها بقى واسيبها، مش هسيبها تخمر تماما، لا هسيبها 10 دقايق كده على ما اجهز الحاجة اللي حواليا اللي انا هقطع فيها وكده، وبعد كده نبدأ نقطع فيها. هنا الشربات كان خلاص، هحط بقى الفانيليا واطفي عليه. هنا خلاص بعد ما ارتاحت 10 دقايق هبدأ اقسمها لقطعتين كده، مش قطعة واحدة، مش هنشتغل فيها كلها مرة واحدة علشان طبعا ما تخمرش معايا، ما تنشفش كمان معاكي. فهنعملها على نصين، هقسم العجينة كده نصين وهشتغل في النص، والنص التاني لما نخلص ونحمره ونبدأ نقطعه تاني. هكورها كده واحطها في كيس واحطها في البولة لغاية ما اخلص الكمية اللي معايا. اتمنى تاخدي كده جولة في القناة بتاعتي وتقولي لي ايه رأيك فيها وتشتركي فيها ان شاء الله، هيعجبك ان شاء الله. هقدم لكم حاجات كويسة جدا بإذن الله. ادعوا لي الفترة الجاية يعني انزل لكم كل يوم ويوم لا فيديوهات كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. هتبداي تعملي هرول كده زي ما احنا شايفين. وهنبدأ نقطعها. حاولي تعملي العجينة كلها قد بعضها، لو عايزاها اصغر شوية هتصغري، عايزاها اكبر شوية هتكبري زي ما انت عاوزة، دي حاجة ترجعلك انت. طبعا قطعتها شوية بالقطاعة وبعد كده كملت بالسكينة. السكينة طبعا اسهل بكتير، المتاح عندك اعملي بيه كلها. وبعدين ابدأ اعملها كده زي صوابع الكفتة كده. لقيتها كبيرة معايا شوية فقطعت منها حتة عشان كلها تبقى قد بعضها. طبعا انت بايدك كده هتقدري توزني الحاجة وتخليها كلها قد بعضها. تبدأي بقى تعمليها كده على مصفى. طبعا المصفى دي موجودة في بيتنا كلنا، يعني جبت لكم اسهل حاجة تقطعوا عليها. هتفرديها كده بالطول مش بالعرض، هتعمليها بالطول عشان ما تطلعش معاكي عريضة قوي. وبعدين تبدأي ترفعيها كده واحدة واحدة بالراحة. شايفين الشكل جميل ما شاء الله، اللهم بارك. هعمل معاكم كام واحدة كده وبعد كده نبدأ اللي احنا نعمل الخطوات التانية، بس عشان تشوفيها كده. وهقرب برضو معاكم الكاميرا ونشوف كمان من قريب ان شاء الله. يا ريت تحطوا اللايكات عشان عدد اللايكات قليل جدا، لان القناة اللايكات، عدد اللايكات هو اللي بيرفع القناة ويخليها تتشاف اكتر. فاتمنى منكم اللي انتوا تحطوا اللايك والاشتراك، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويسعدكم، اللهم امين. هنا قربت الكاميرا عشان اوريكم من قريب اكتر. من الشكل ما شاء الله النقشة باينة فيها وجميلة جدا ما شاء الله. زي ما اتفقنا هعمل بس كام واحدة كده وخلاص، يعني عشان ما تزهقوش مني والفيديو يطول معاكم. وطبعا نمشي على المقادير، ما تزوديش من دقيق السميد خالص. حطي الكميات اللي انا حاططها بالظبط علشان ما تبص منك وتيجي تقولي لي الوصفه باظت مني. هنا الزيت خلاص هنبدا نحمرها. الزيت مش يعني مش سخن قوي، مش درجه غليان، لا هو يا دوبك ساخن. وهبدا انزل فيه كده الصوابع واحده واحده كده. وهتبدأي بقى بالشوكة كده او معلقة معاكي وتقلبي بالراحة خالص، مش جامد لان هي لسه عجينة، علشان ما تتكسرش منك. بالراحة خالص في الاول كده علشان كلها تتشمع معايا.
يعني بتسيبيها دقيقة كده وبعد كده تبدأي بالراحة بالشوكة. طبعا احنا بنهدي النار، يعني اول ما بنحطها كده على نار عالية وبعد كده بنهدي النار علشان تستوي من جوه وتبقى كمان مقرمشة معاكي، ما تبقاش محروقة، مش يعني مستوية من بره ومن جوه لأ. فبتهدي النار، بتخليها وسط، مش بتهديها قوي، بتخليها وسط. وطبعا بالشوكة وايدك فيها كده على طول بتقلبيها كده وتلفيها كلها في الطاسة. هنا بدأت تاخد لون اهي زي ما احنا شايفين، وهتاخد كلها وهتبقى كلها لون واحد لان ايدينا فيها ما سيبناهاش. وهنا هتجيبي بقى اي مقصوصة عندك او معلقة كبيرة المتاح عندك، وتبدأي بقى بالراحة كده تقلبيها برضو ايدك فيها كده. طبعا انا جبت مراحل التسوية كلها علشان تعرفي ازاي هنسويها. وهنا خلاص شايفين كلها خدت لون ذهبي وجميل ما شاء الله اللهم بارك. هتبدأي بقى تطلعيها على طول وهنطفي النار ونحطها في الشربات على طول، هنبدأ برضو نعمل الكمية الباقية عشان برضو الزيت ما ننزلهاش كمان في زيت يكون سخن قوي. فعلشان كده احنا عملناش الكمية كلها مرة واحدة، احنا عملناها على مرتين علشان ما تخمرش معايا قوي وما تنفش معايا في الزيت، وكمان الزيت يكون برد معايا شوية. هنا الكمية اللي احنا عملناها ما شاء الله شايفين اللون. طبعا في الاخر خالص هيبقى اللون غامق علشان التليفون كان بدأ يفصل مني، فعشان كده التصوير ما كانش يعني احسن حاجة. هنا زي ما احنا شايفين عملت الكمية التانية، يعني هعملها معاكم سريع سريع كده علشان ما تملوش بقى وتزهقوا مني. طبعا هنا قللت الكمية شوية، يعني خليتها ارفع شوية، فانت تقدري تتحكمي في الحجم اللي انت عاوزاه. وهنسويها برضو بنفس الطريقة. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل شوية أذكركم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان لسانك يتعود عليها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ايه رأيكم في الشكل؟ طبعا زي ما انا قلت لكم والله الكاميرا ظلموها جدا، هي اللون اللي احنا شفناه مع بعض، بس هنا التليفون معايا اسفة كان بدأ اللي هو يفصل مني، فكان التصوير مش احسن حاجة زي ما قلنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مقرمشه من بره كده وجوزي من جوه، كان طعمها اللهم بارك جميله جدا، وهتنجح معاكي ان شاء الله باذن الله من اول مره. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك يا غاليه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وما تنسوناش من دعواتكم الجميله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.